كل مرة كنت ببدأ عادة جديدة كنت فاكر إن المشكلة في الالتزام، أقول هتمرن، هقرأ، أتعلم، هظبط حياتي وأتحمس جدا وبعدين أختفي. كل مرة كنت بقع فيها كنت بحس إني شخص فاشل لحد ما فهمت حاجة. أنت عمرك ما هتلتزم بعادة لو شايفها مجرد عادة، ودي كانت أول غلطة. معظم الناس بتبدأ بالعادات عشان توصل لحاجة، بس الناس اللي بتستمر بتبدأ عشان تبقى شخص مختلف. في فرق بين واحد بيقرأ كتاب وواحد شايف نفسه شخص بيتعلم وبيقرأ باستمرار، وفي فرق بين واحد بيصلي وواحد عارف إن الصلاة عبادة وإنه مهما يأثر بيرجع لربنا، وفي فرق بين واحد بيتمرن وواحد بدأ يشوف نفسه شخص منضبط. الموضوع عمره ما كان عادة، الموضوع أنت شايف نفسك فين. كل مرة انت بتعمل الفعل انت بتقرب من الشخص اللي عايز تبقى عليه. كل مرة تقوم تصلي انت مش بس صليت، انت بترجع لربنا، انت بتثبت لنفسك انك مهما تبعد لسه بترجع لربنا. وكل مرة انت بتفتح كتاب حتى لو مرة واحدة انت بتقول لنفسك انا شخص بيتعلم، حتى لو النتيجة صغيرة. انت كل مرة بتبني جزء جديد منك، وده اللي ناس كتير مش فاهماه. انت مش محتاج تبدأ بقوة، انت محتاج تبدأ بهوية، صح؟ لان الحماس بيروح لكن الهوية اللي بتبنيها بتفضل. الشخص الكسول مشكلته مش الكسل بس، هو جواه مقتنع انه شخص مش ملتزم. لكن الشخص الملتزم مش كل يوم بيحاول يبدأ من جديد، هو بدأ فعلا يشوف نفسه شخص ملتزم. يمكن تكون وقعت 100 مرة بس كل مرة بترجع فيها انت بتثبت لنفسك حاجة مهمة، انك لسه بتحاول وانك لسه ما استسلمتش. ودي بداية هوية جديدة فعلا. عارف المشكلة الحقيقية اننا بنستنى النتيجة عشان نصدق نفسنا، مع ان الحقيقة العكس. انت لازم تصدق الشخص اللي عايز تبقى عليه قبل ما تشوف النتيجة. فلو عايز تبدأ عادة جديدة اسأل نفسك سؤال واحد: مين الشخص اللي عايز ابقى عليه؟ وبعدين ابدأ اعمل افعال الشخص ده حتى لو كانت افعال صغيرة جدا، لان العادات مش بس بتغير حياتك، العادات بتغيرك انت. والرحلة لسه في اولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.